لو بنات تعالوا شوفوا شنو جبت لكم اليوم وياي. جبت لكم الأشياء اللي ضروري تكون عند كل بنية من عندنا، اللي هي بكج العناية بالشعر والبكج العناية بالأقدام، اللي ضروري لازم احنا نستخدمهم واستخدام يومي يكونون حتى نشوف الفوائد عليهم. بنات هذا البكج عناية بالأقدام اللي هو يحتوي على أملاح وعلى أقراص فوارة وعلى كعب الغزال اللي أنا أستخدمه، بس ما مستخدم هذه الشركة. يعني كنت سابقا أخذ العادي اللي هو يتوفر بالمحلات. أفتح لكم هذا، شوفوا هذا شلون كريمي، يعني أول مرة يوصلني هيجي باعوا. انتو ذاك مستخدميه وتعرفوه شلون يبقى يلطخ. باعوا هذا كريمي، يعني باعوا دا ألطخ إدياناتي بيه يبقى فد شي كلش قليل. باعوا بنات شلون يصير الوردي مالته كلش قليل، وحبيته جدا وأكيد راح أكرر هذا. يعني يمكن ما أكرر ذولا، أكرر هذا لأن حيل حبيته، لدرجة إن البارحة صافني أقول أخلي من عنده لخدودي من كثر ما حبيته. باعوا بنات، الله عليكم باعوا. أنتم مستخدميه كعب الغزال وتعرفوه. شوفوا فبنات أنا كلش حبيت هذا صراحة. البنات اللي مقبلات على زواج ورا محرم هذا كلش ينفعكم، لأنه كريمي وما يشلب بالرجلينات وهيجي ويلطخ ومبين يعني اصطناعي. هذا عبالك طبيعي 100%. بنات على الأشياءات مالت الشعر اللي هو جوز الهند اللي غني عن التعريف أكيد، وكل بنية تستخدمه، إلا فوائد هواية. يستخدم للشعر، يستخدم للبشرة، وراح تشوفون النتائج يعني خلال أسبوع فقط. أما عندكم هذا اللي هو كليل الجبل اللي غني عن التعريف شنو فوائده للشعر. أنا عن نفسي يعني كل شايفة فرق عليه، وراح تجيكم هدية وياه اللي هذا هي مشرط الزيوت اللي حيسهل لكم استخدام الزيوت. نيجي للغرام مال أني اللي هي المخمرية اللي أني ما استغني عنها، مستحيل أموت على شيء اسمه مخمرية. فهذا العطر اللي يكون عبالك كريمي بنات، إذا ردتوا تشترون فاشتروا هذا حتى ما تقولون حرامات. حرفيا يجنن، تقدرون تستخدموه لشعركم وتقدرون تستخدموه لجسمكم، وراح تشوفون العطر يدوم أكثر من 24 ساعة. حرفيا حبيت هذولا وما أعتقد إنه أنا حستغني عنهم. خاصة هذا بنات إذا ردتوا تستخدمون أخذوا هذا اللي أنا حبيته واللي حكرره. إذا تريدون أنتوا أشياء عن كلش قوية أخذوا هذا اللون اللي هو كريمي. ما أعرف ما كاتبين إنه أسمائهم، بس هو هذا يجنن. بنات شلونكم شخباركم؟ والله العظيم كلش مشتاقة أسولف وياكم وندردش سوا، بس والله يعني لأن مالي خلق هيجي غبت فترة. هسه شنو حسوي ملفوف بصل وخليت وياه. أحب الشجر وأحب الفلفل، هذول اللي أحبهم خليتهم. الحشوة شنو؟ الحشوة فقط لحم وطماطة واحدة صغيرة، بصلاية صغيرة وتمن عنبر ضروري. وبنات خليت زيت بالجذرية وخليت لهانا هيك كم ورقة يعني تكون حماية للجذرية، لأن إذا خلي البصل كلش يعني جوا من يستوي يحترق ما يلجع. أما إذا أكو طبقة حماية فهو راح يلجع فقط. بالنسبة للحشوة نسيت أقول لكم إنه كلش تحب الزيت، نسيت أقول لكم إنه هي